السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات إطلالة على المشهد اليمني. ترسانة السلاح لا زالت تقصف المدينة، وعصابات الإجرام تحاصرها من كل الجهات. تلك هي الصورة المكثفة لتعز، مثلها الخب والشعف بمحافظة الجوف، ومثلهما الكثير من المحافظات، على رأسها الحديدة وعدن المحاصرة بإيقاف الكهرباء في الحر القائض. مشاكل كل المحافظات مع الرواتب والأعمال وغلاء الأسعار لا تنتهي، كوارث إنسانية تنتظرنا في ظل استمرار حكم الميليشيات. اليوم نناقش العمل الإنساني، الجهود والاحتياجات، وضيفي في الاستوديو هو الأستاذ بليغ التميمي، رئيس مؤسسة فجر الأمل. أهلا وسهلا بك أستاذ بليغ. حياكم الله. يتداخل معنا أيضا هاتفيا معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي من الكويت. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. وهذا البرنامج هو يسلط الضوء على المشهد اليمني. اليوم لدينا موضوع مهم كهذا الموضوع، وهو العمل الإنساني والجهود والتحديات التي تقف أمامه. أستاذ بليغ، في المحور الأول حول المأساة الإنسانية في ظل هذه الميليشيات، إلى أين وصلت المأساة الإنسانية في يعني أكثر من عام ونصف من حكم هذه الميليشيات؟ ما هي أوجه المأساة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على هذه الاستضافة. في البداية أخي الكريم نترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا في ميادين العزة والكرامة والشرف والحرية والإباء، وندعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى والنصر والثبات والتأييد والتمكين للمقاومين الأبطال الذين يخطون أروع ملاحم الفداء والتضحية والبطولة على ربوع اليمن السعيد، ويرون بدمائهم مداميك الحرية والعدالة والمساواة بإذن الله تعالى. الحقيقة أخي الكريم، الحديث عن الواقع الإنساني في تعز أو في اليمن بشكل عام حديث مؤلم، وحديث يعتصر له القلب ألما وحسرة لما نشاهد من معاناة إنسانية يعني فاقت الوصف. لعلنا ندرك جميعا أن الشعب اليمني منذ 5 أو 10 سنوات هو يعاني معاناة إنسانية، ولا زالت الحكومة موجودة، ولا زال علي عبد الله صالح يحكم البلاد وحكومته وحزبه، والشعب اليمني يعاني. كان وقتها 2 مليون، كان وقتها نصف الشعب اليمني في خط الفقر، وربما تتحدث عن ما قبل 2011؟ أتحدث عن ما قبل 2011. هناك نعم. كانت مأساة إنسانية نعم. يعاني منها الشعب اليمني. نصف الشعب اليمني كان تحت خط الفقر. 2 مليون يمني مصاب بفيروس الكبد والملاريا، 1,700,000 طفل خارج أسوار المدارس، وهذا يعني أن المستقبل لهم إما الانحراف وإما رصيف البطالة. 7 مليون يعني كما ذكرت لك 2 مليون مصاب بفيروس الكبد والملاريا، خريج بدرجة مهندس أو طبيب يقتات على بسطة في الرصيف أو بيع طماطم في عربة متجولة. لو زرت جميع المستشفيات ربما لا تجد حبة برامول أو قطعة قطن. المنظومة الصحية تعاني من خلل كبير. هذا قبل 7 سنوات، وقبل 8 سنوات، وقبل 5 سنوات، قبل الاحتراب، وقبل 2011، وقبل سنة ونصف. ما بالك اليوم والميليشيات استولت على سلطات الدولة بقوة السلاح، وصادرت مؤسسات الدولة، وصادرت ميزانية الدولة، ونهبت الأموال من البنك المركزي، واحتلت بعض المدن بقوة السلاح. إلى أين وصلت الأرقام؟ أنا كنت أتمنى أن نأتي في سياق حديثنا اللاحق عن موضوع الأرقام والإحصائيات. نعم. لكن لعلك يعني نعم، لأنه مدخل مهم حتى يعرف المشاهد أنا طبعا حجم المأساة، وهو يعرفها طبعا. قضية الإحصائيات والأرقام الدقيقة أنا لا أملكها بشكل دقيق، وأيضا لا أملكها بشكل عام على مستوى اليمن، لكني مطلع على الإحصائيات التي تصلنا من الميدان من محافظة تعز. نعم، ما لديك؟ محافظة تعز أستاذ الفاضل منذ 1.5 سنة وهي تعاني معاناة شديدة. نعم. كارثة محققة ومعاناة مستمرة. قصف وقنص ودمار وتشريد ونزوح، كل مقومات الحياة لا توجد في تعز. لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء، لا دواء، لا تعليم، لا مدارس، لا أمن، لا أمن، لا أمان. أصبح الموت يتخطف حتى الأطفال من أحضان أمهاتهم ومن ساحات مدارسهم وباحات ألعابهم.
ولعلك تابعت معي خلال اليومين الماضيين ما الذي جرى في تعز. قصف هستيري، آلة حرب ممنهجة، تدمير شامل لكل شيء في تعز. هذه الميليشيات لا تفرق بين شيخ كبير أو طفل رضيع أو آمن أو محارب أو مدني أو مقاتل أو مقاوم، كل ما في تعز أهداف مشروعة لهذه الميليشيات. وهذا يؤثر على الجانب الإنساني في المدينة بلا شك. نعم، يعني حتى المستشفيات يتم قصفها، وهذا محرم في كل الدساتير والشرائع، يعني فضلا عن دين الإسلامي الحنيف الذي يحرم ذلك، ومحرم في كل الدساتير والشرائع. المستشفيات، المساجد يتم قصفها والناس يصلون فيها صلاة الجمعة. يعني أحدثك اليوم عن الموت الذي يتخطف أبناء تعز في كل مكان، في الشارع، في البيت، في مكان العمل، على السيارة، في الرصيف. ويعني تخيل جوع، مرض، يعني تخيل أب يسامر بناته السبع وأسرته، فيسقط الصاروخ على البيت فيتحول السبعة إلى قطع لحم ونهر من الدماء. يعني قبل يومين طفل عمره 8 سنوات، أعرف أبوه وجده وهو يلعب في صالة البيت، قذيفة معدل إربيجي تأتي على رأسه فيفك رأسه نصفين، بل ربما شل جزء من وجهه. ولو رأيت هذا المنظر يعني منظر محزن ومنظر مستفز. هذا المنظر لا شك أنه يعكس لنا حجم آلة الدمار في تحطيم يعني مقومات الوضع الإنساني في هذه المحافظة. طبعاً محافظة ممتدة ما بين الريف والحضر، محافظة ممتدة ما بين الآمنين في المدينة وما بين متارس ومواقع اشتباكات. بالنسبة للوضع الإنساني كما ذكرت الوضع كارثي. نعم. وضع في غاية الخطورة والتعقيد. نزوح ملايين البشر الآن في تعز وفي غيرها من المحافظات يعني يعانون من الجوع. الآن تعز فيها مجاعة، وهي مجاعة محققة. لماذا هذا؟ لأن سكان تعز وبعض المحافظات اليمنية جلهم ومعظمهم كانوا يعتمدون على حرف بسيطة، الذي يعمل في البناء، والذي يعمل في الكهرباء، والذي يعمل في بسطة، والذي لديه محل. حينما دخلت هذه الميليشيات واشتعلت الحرب في تعز توقفت أعمال الناس تماما. تخيل 6.5 مليون نسمة في تعز، نستطيع أن نستثني من هذا العدد مليون، يعني 5,500,000 نسمة اليوم في تعز يعانون معاناة إنسانية شديدة. أنا حينما أتحدث عن تعز لا أتحدث عن الثلاث المديريات المحاصرة اللي هي المدينة، وإن كان هذه المديريات وأهلها وسكانها وأبنائها أشد ضرر وأشد احتياج نتيجة الحرب والحصار الذي يحيطهم من كل الاتجاهات. لكن أيضا أنا أتحدث عن 23 مديرية في تعز. نعم. 23 مديرية في ريفها والحضر. المدينة فيها 3 مديريات. نعم. و20 مديرية تتوزع على ريف تعز. وحاولت هذه الميليشيات أن تفجر الجبهات في المديرية الريفية وفي أكثر مديرية. نعم. فجرتها في القبيطة، الوازعية، في الوازعية، في المسراخ، في حيفان، في سامع، في هذه مقبنة شمير، في مقبنة في شمير. يعني هي تريد ألا تستثني أحد في تعز إلا وتصل إليها حمم ونيران هذه الميليشيات. الوضع هذا الإنساني مع مدخل شهر كريم، شهر رمضان الكريم، هل هناك فرق ما بين محافظة وأخرى إذا انتقلنا من الوضع الخاص لمحافظة كل العالم يدرك المأساة الإنسانية فيها؟ هو أخي الكريم المعاناة لم تستثني أي يمني، كل المحافظات تعاني. 22 مليون هذه الإحصاءات الدولية. 83 سكان اليمن هم. هذه إحصائية قديمة. سكان اليمن الآن وصلوا إلى 28 مليون. لكن 22 الذي أعلنتهم الأمم المتحدة نعم متضررين بشكل. يعني المعاناة في اليمن شملت كل اليمنيين من صعدة إلى المهرة. نعم. لكن هناك معاناة شديدة وهناك معاناة وسط. نعم. وهناك معاناة أخف. المعاناة الشديدة في المحافظات التي لا زالت الحروب مستعرة فيها. نعم. وأول هذه المحافظات تعز. هناك معاناة وسط في المحافظات التي فيها فقر ولا يوجد حتى فيها حرب، كالحديدة مثلا وعدن والمحويت والجو فيها مواجهات. نعم. وعمران وغيرها من هذه وصنعاء
وأمانة العاصمة وغيرها من هذه المحافظات. كل الناس يعانون في اليمن. نعم. كل الناس يعانون بسبب انعدام فرص العمل، بسبب يعني بسبب هبوط الريال اليمني، ويعني لم يصل إلى هذا المستوى منذ أن نعرف أنفسنا. هبوط للعملة، ركود الاقتصاد، ميزانية شبه خاوية، البنك المركزي شبه مفلس. هذا طبعا يؤثر على حياة الناس ويؤثر على أوضاع الناس. نعم. اليوم نعم. الدولار أكثر من 300 ريال، نعم. والريال السعودي 77 وما فوق 77. ما الذي يعنيه في الغذاء في الدواء؟ الذي يعني أن أسعار المواد الغذائية ترتفع، أن أسعار الدواء يرتفع، فضلا عن أن بعض المحافظات لا يوجد فيها دواء بفعل الحصار كتعز. لا تعز الآن الدواء شبه منعدم. اسطوانات الاكسجين لا تصل الا بشق الانفس. يعني الاحصائيات لم نتكلم عنها سابقا وسنتكلم عنها الان. الان في تعز اخي الكريم 1800 شهيد، 1800 قتيل نحسبهم عند الله عز وجل شهداء. هؤلاء طبعا هذه من المدنيين ومن المقاومين. نعم. 1800 مواطنين. 1800 وربما يصل العدد إلى 2000. تقريبا 19,000 جريح. 19,000 جريح. هؤلاء الجرحى لا يجدون مستشفيات تطبب جراحاتهم، ولا يجدون مستشفيات تخفف من آلامهم، بفعل أن المستشفيات عندها تعاني من نقص في المواد والمستلزمات الطبية. نعم. نعم. وتعاني أيضا من نقص في المعدات، وتعاني من نقص في الوقود. كل المستشفيات في تعز أغلقت أبوابها إلا 3 مستشفيات لا زالت تعمل، وتعمل وسط ظروف عصيبة ووسط ظروف جدا صعبة. لكن تحية كبيرة نرسلها من هذا المنبر إلى أولئك الجنود الأخفياء والرجال المجهولين، إلى أولئك الأطباء الذين بذلوا من أوقاتهم وأرواحهم وراحاتهم وضحوا بكل شيء وهم يعملون هناك في هذه المستشفيات. وربما حتى القذائف تصل إلى هذه المستشفيات ويذهبوا أيضا شهداء من هذا الكادر. وهناك بعض الكادر الطبي سقط بعضهم شهداء وبعضهم جرحى بفعل هذه القذائف التي تصل إلى هذه المستشفيات. هل هناك فرق ما بين المأساة على مستوى الطفل، المرأة، الرجل؟ هل هناك فوارق محددة؟ طبعا الأطفال يعني ما الذي يصيب الأطفال أكثر؟ ما الذي يصيب النساء أكثر؟ ما الذي يصيب الرجال والعامة بشكل عام؟ بالنسبة للأطفال هناك في تعز ما يقارب 350 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، و120 ألف طفل مهددون بالموت بسبب سوء التغذية. هناك 120 ألف ربما هذه إحصاءات قديمة، لأن الأمم المتحدة تعلن 3 مليون يعانون من سوء التغذية. لا فتعز ربما أكثر من ذلك. أنا أتكلم عن تعز، وقد تكون إحصائيات غير دقيقة، لكن أنا أقول عن المهددون في الموت بسبب سوء التغذية 120 ألف. هؤلاء مهددون بالموت. أما الذين يعانون من سوء التغذية يعانون من مرض، يعني حالتهم الصحية سيئة، أكثر من 300 ألف طفل، وقد يكون العدد في زيادة، والعدد مرشح للزيادة بالساعة. أيضا أمهات، مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الأمهات تعاني من أمراض الحمل والولادة بسبب عدم توفر رعاية صحية للأمهات، وعدم توفر مراكز صحية تستقبل هؤلاء الأمهات. وتعرف كثير من أمراض الأمهات تعاني منه الأم في مرحلة الحمل والولادة. هذا بالنسبة للأمهات، وهذا بالنسبة للأطفال. يعني حدث ولا حرج، منظومة صحية منتهية، لا يوجد أي ميزانية تشغل هذه المستشفيات إلا بجهود ذاتية وبجهود منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة التي تؤدي دورها كما يجب. يعني هل أنتم على اطلاع وقريبين من أرقام المنظمات الدولية، وهل تتطابق مع منظماتكم الإغاثية فتعملوا عليها في مثلا محافظة تعز كنموذج؟ أولا أخي الكريم، هو يعني قضية الإحصاءات هناك تقصير كبير في الإحصاءات. يعني قاعدة البيانات والإحصاءات الدقيقة، نعم، والعمل وفق مسوحات تتوفر فيها الشفافية والآليات الدقيقة والصحيحة، هذا نعاني، يعني نكون صرحاء فيه. ولماذا فرق عملكم لا تقوم بمثل هذا؟ نحن نعاني من هذا الجانب. فرق عملنا أخي الكريم بفعل الظروف الموجودة في تعز والحرب ورصاصات القناصة والقذائف، يعني يكتفون بإيصال، يعني يؤدون دورهم بما يقدرون عليه وسط معاناة شديدة. نعم. وهذه المعاناة وهذه الظروف الاستثنائية هي أثرت على الجانب الفني وعلى الجانب المهني
وعلى جانب الإحصاءات، وإن كنا لا نعفى من قضية يعني ضرورة إيجاد قاعدة بيانات صحيحة بالتنسيق. وإحصاءات وفق نعم. مسوحات ميدانية دقيقة، لكن نحن نعترف أن هناك قصور في هذا الجانب. حتى المنظمات الدولية تبدو أرقامها أيضا غير دقيقة، وتأخذ من خلال العينات الإجمالية للمحافظات كأرقام. هو لا أنا حينما أتكلم عن قضية التقصير مم. أتكلم عن جهد المنظمات يعني عن المجتمعية. المنظمات التي أشرف عليها وأعمل فيها، مم. لكن لعل هناك بعض المكونات وبعض الجهات لا لديها إحصاءات ولديها أعمال جيدة. لا نريد أن نغمط جميل. جميل. أحدا دورة، ولا نريد أن نقلل من شأن بعض الائتلافات التي تؤدي أدوارها ممتاز. بشكل جيد ورائع في الميدان، والمبادرات كذلك. طيب، هل تؤثر الأزمات هذه سلبا على نفسيات المواطن اليمني؟ بلا شك أخي الكريم. ما الذي يحدث حين يجد اليمني أسرته من غير طعام أو دواء؟ لا، بلا شك أن هذا يؤثر سلبا على نفسية الإنسان، ويعيش مرحلة من القلق والاضطراب والهم والكآبة ومشاعر نفسية معذبة حينما يرى طفله يذبل أمامه. إلى أين يتجه اليمني في ظل هذه المأساة؟ يتجه إلى المجاعة المحققة والكارثة الحقيقية والمأساة الإنسانية التي لن تستثني أحد. نعم. يتجه إلى الجوع، يتجه إلى الفقر، بل قد وصل إليه، وإلى زيادة لكن الاغتراب والبحث عن منافع. إلى يعني يتجه إلى زيادة في الأعداد وارتفاع قياسي في هذه الأرقام. نعم. المستقبل الحقيقة أنا لا أريد أن أبعث برسائل يأس، ولا أريد أن أكون نذير شؤم. نعم. لكن نحن نتكلم عن واقع. نعم. المستقبل، الوضع الإنساني في تعز مستقبل مؤلم جدا، مستقبل مخيف إذا لم يكن هناك تدارك حقيقي ووقف لهذه الحرب ونزع لفتيل هذه الأزمات ومحاولات جادة لاستتباب الأمن في اليمن وإعادة وتطبيع الحياة، فإن الوضع الإنساني ينذر بكوارث مدمرة. هل لكم مداخلات أو مساهمة في تحميل من يقوم على وزر أو يقوم على كاهلة وزر مثل هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني اليوم؟ المأساة الإنسانية في اليمن يتحمل وزرها كثير من الأطراف. نعم. وتختلف نسبة تحمل وزر هذه المآسي من طرف إلى آخر. الطرف الأول الذي يتحمل وزر ما نعيشه ونعانيه، أولا الحوثيين. نعم. ثانيا علي عبد الله صالح وأنصاره. نعم. ثالثا الدور الضعيف والتفريط الواضح من قبل الحكومة الشرعية، تحمل جزء كبير من المسؤولية. رابعا قيادات، لكنها في مثل هذا الظرف العصيب يعني هناك من يبرر لها بأنها في موقف استعادة الدولة من تمرد وانقلاب. هناك تبرير لقضية التقصير النسبي في الأداءات. نعم. لكن أن يكون هناك تفريط واضح، وهناك في المستوى الإنساني بالذات، في كل المستويات، المستوى الإنساني على رأس هذه المستويات. وإن كان حتى أكون صريح وصادق معك، وإن كان الأخ رئيس اللجنة العليا للإغاثة يقوم بأدوار مشكورة ولا يألو جهد في قضية دعم وحده رئيس اللجنة أم أنها اللجنة؟ نقصد اللجنة العليا للإغاثة، يعني اللجنة العليا للإغاثة ممثلة برئيسها معالي الأخ الوزير عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة يقوم بجهود طيبة. لكن أنا لا يعني لا أتكلم عن وزير واحد، أنا أريد أن أتكلم عن منظومة، عن حكومة، عن رئاسة، عن مؤسسات دولة. اللجنة هي مجموعة مؤسسات من الحكومة، فإذا ما قامت الهيئة هذه أو اللجنة بدورها فإن ذلك يعني قيام الحكومة بدورها. لا يعني لأنها مجموعة الوزارات المعنية بالإغاثة والعمل الإنساني. الحقيقة أخي الكريم، أنا يعني حينما نريد أن نقيم الوضع الإنساني في تعز، نعم. ودور الجهات الرسمية ودور اللجنة العليا للإغاثة، يعني قد نجد أحيانا مبررات للتقصير في هذا الجانب، لكن أن يصل كيف؟ يعني مثلا ضعف التنسيق مع المنظمات في الداخل، ضعف الإمكانات. مثلا الآن أنا على حسب ما سمعت من الأخ الوزير أن اللجنة العليا للإغاثة تشتغل بدون ميزانية، لا يوجد لديه أي ميزانية، فصعب جدا أن يشتغل بدون وجود ميزانية، صعب جدا. يعني هذه من ضمن العوائق.
ضعف التواصل مع الجهات المانحة وضعف التواصل مع الجهات المنفذة في الميدان. نعم. هذا يشكل عائق قد لا نحمله. لماذا لا يشير مثل هذه يعني إذا كان يستحيل العمل في ظل هذه الأجواء فيفرض؟ هو لا يستحيل. أنا لا أقول أنه يستحيل. أنا أقول أحيانا يحدث ضعف وتقصير في الجانب الضعف حاصل في الجانب الإغاثي والإنساني. اللجنة العليا تقوم بأدوار تشكر عليها حسب لكن إمكاناتها. يوجد تقصير. أنا أتكلم معك عن دور الحكومة بشكل عام وأتكلم عن كل المجالات. يعني حينما قلت أن الوضع الذي وصلنا إليه تتحمل مسؤوليته يعني بعد الحوثيين وعلي عبد الله صالح وانصاره والحكومة. أنا أتكلم في جميع المجالات، في المجالات الأمنية والعسكرية. لا نريد أن نقع في مطب تهرب المنظمات القريبة من شأن ما ومن لجنة ما من انتقادها والابتعاد إلى انتقاد الأداءات العامة. أنا دائما أستاذ إبراهيم أتكلم بشفافية وأتكلم بصراحة. اللجنة لديها أدوار واضحة والمطلوب منها أكثر. اللجنة لديها أدوار طيبة والمطلوب منها أكثر. عودتها إلى عدن هل تعني شيء؟ أنا كنت أختلف في قضية عودة رئيس اللجنة الإغاثة إلى عدن. لماذا؟ لأنه كان سيؤدي أدوار هنا أفضل من عدن. وكيل، نائب، شخصية اتصال. بالنسبة لوزير لرئيس اللجنة الإغاثة فقط. أما بقية الوزراء لأنه هنا يستطيع أن يتواصل مع الجهات المانحة، مع مركز الملك سلمان، وهناك يقود العمل الميداني مع المنظمات. هناك كان بالإمكان أن يكون له من ينوبه فريق عمل يشتغل على الجانب الميداني والجانب التنفيذي. أيضا هم مهمتهم ليست مهمة تنفيذية في الميدان، هم مهمتهم مهمة إشرافية، مهمة تسويقية، مهمة تنسيق، مهمة تواصل. فكنت وجهة نظري أن رئيس اللجنة الإغاثة بقاؤه هنا كان أفضل هو فقط. أما بقية الوزراء والحكومة والرئيس الأصل أن يعودوا إلى محافظة محررة ويمارسوا أداءاتهم وأدوارهم هناك. يكفي جلوس في الفنادق. ومثل هذا سينعكس إيجابا أكيد على الأوضاع الإنسانية. طبعا كان قرار جريء وقرار ممتاز. الأوضاع الإنسانية أنا يهمني أن العودة تنعكس إيجابا على الأوضاع الإنسانية. هي ستنعكس إيجابا على الأوضاع الإنسانية وتباعا على كل الأوضاع. نعم. وتباعا على كل الأوضاع. قرار جريء أن تنتقل الحكومة إلى عدن وأن تؤدي أدوارها من الميدان، لكن يعني نتمنى أيضا أن يلحق الأخ الرئيس بالحكومة وأن يلتحقوا بقية الوزراء ويلتحقوا بقية الوزراء والمسؤولين والمستشارين. ونحن كذلك كلنا نذهب إلى اليمن. نعم. نمارس أدوارنا في اليمن. احنا لنا سنة هنا ينبغي أن نعود إلى الميدان ونشاطر نعم. إخواننا وأهلنا في الداخل. العذابات والآلام والدماء والأشلاء. يعني هذا الكلام لا أقوله أنا من باب المزايدة. نعم. أنا أتيت إلى هنا وكنت أظني سأبقى في المملكة شهر واحد وأعود اليمن، لكن كل من تواصل معي كان يقول لي ابقى عندك لعلك تخدم أكثر. لعل ضرورات تكامل الأداءات والأدوار هي فرضت علي أن أكون هنا، لكني أقول بأنني سأعود اليوم قبل بكرة إذا أتيحت الظروف، ولن أطول، وسنعود هناك بإذن الله تعالى نشاطر إخواننا الهموم والآلام وننطلق جميعا ونبحر جميعا في سفينة العمل الخيري والإنساني التي نرجو الله تعالى أن يوفقنا فيها إلى خدمة مجتمعنا كما يعني يحب ربنا ويرضى إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. لو انتقلنا إلى المحور الثاني يتحدث عن الجهود بشكل تفصيلي. أنت ألمحت إلى الجهود وخصوصا جهود اللجنة. كيف تصف وضع تعز مع الاحتياجات؟ ما هي سلسلة الاحتياجات، أولويات الاحتياجات لمدينة تعز على سبيل المثال؟ مدينة تعز أخي الكريم يعني تحتاج إلى احتياجات من عدة أوجه. أولا في الجانب الغذائي. يعني نحن نحتاج في هل هناك أرقام في الموضوع هذا؟ نحتاج في تعز بشكل عاجل إلى 2 مليون سلة غذائية. 2 مليون سلة غذائية. هناك احتياجات في الجانب الصحي. مستشفيات تعز تحتاج إلى هذه 2 مليون. دعني أفهم، 2 مليون سلة غذائية لأي فترة تكفي؟ هذه تكفي السلة لشهر ل3 أشهر. هو على حجم السلة. يعني أنا حينما أقول هنا سلة غذائية يعني السلة التي السلة التي وزنها لا يقل عن 70 كيلو،
هذه ممكن تكفي إلى لشهر ونصف، ويمكن تخفف جزء من المعاناة. نعم. تخفف جزء من المعاناة. نعم. ويعني الشعب اليمني وأبناء تعز عندهم نوع من القناعة، يعني يرضى بما قسم الله تعالى له ويقنع بالحاصل. نعم. لكن نريد هذا الحاصل أن يصل ويشمل كل الناس. نعم. لا نريد أن يكون هناك تمايز في العطاء. نعم. ولا نريد أن يكون هناك تمايز في العمل الإنساني. نتوقف هنا في إشارة. تفضل. هل هناك تمايز؟ أحيانا إلى ماذا تشير؟ أشير إلى أن هناك بعض الأخطاء التي تكتنف لدى بعض المنظمات المحلية الداخلية، وإن كنت هنا أشيد بأدوارها كفجر الأمل مثلا. لسنا مبرئين من الأخطاء ولسنا بعيدين عن السلبيات. نعم. لكن أنا أقول بإذن الله تعالى أني أحرص جاهدا مع فريق العمل ومع الشباب المتواجدين في المؤسسة والعاملين في الميدان أن نكون بعيدين كل البعد. كيف تحصل هذه الأخطاء، وما الذي يعني يدفع الناس لارتكاب مثل هذه الأخطاء؟ هذه الأخطاء يا أستاذ إبراهيم هنا قضية حساسة في العمل الخيري الإنساني. العمل الخيري الإنساني في اليمن يعني كثير من رواد هذه المنظمات والجمعيات ربما لهم انتماءات حزبية وانتماءات سياسية. المشكلة أن يكون المشكلة حينما يكون هناك خلط بين العمل الخيري والإنساني والعمل الحزبي والسياسي. هنا في هذه اللحظة لا أتوقع هذا الخلط متواجد. نحن في إطار تحديات أكبر من العمل السياسي. هو أخي الكريم هل تتفق معي أن يعني في المجمل هذه السلبية قد تكون غائبة في هذه الفترة؟ لا، هي ليست غائبة كليا وليست حاضرة كليا. في أخطاء تمارس، في سلبيات تحصل، وأنتم تعملون وتسعون حينما نتكلم حينما نتكلم نحن عن الأخطاء والسلبيات أخي الكريم لا يعني إطلاقا أن نشكك أو أن نقلل أو أن نهمش من أداء هذه الجمعيات. هذه الجمعيات والمنظمات يعني بذلت جهود عظيمة وبذلت جهود كبيرة. هناك مئات المبادرات انطلقت من وسط المعاناة في تعز. نعم. يعني شباب في سن الزهور وفي مقتبل العمر حينما رأوا هذه العذابات والآلام، حينما رأوا جيرانهم ربما لا يجدون قوت يومهم، انطلقوا يبحثون عن جهة داعمة وعن تاجر وعن فاعل خير ليسدوا هذا الفراغ وليطعموا هؤلاء الجوعى. بذلوا جهود كبيرة. نقبل تلك السواعد ونقبل تلك الوجوه المتوضية التي تعمل ليل نهار من أجل إسعاد الفقراء والمساكين وتخفيف وندعوها للتلافي. أيضا ندعو بعض القيادات المجتمعية وقيادات المؤسسات والجمعيات الخيرية أن يحرروا العمل الخيري والإنساني من أي حسابات حزبية ومن أي حسابات سياسية ومن أي إملاءات ضيقة. أخي الكريم اليوم الناس يعني لابد نرسل رسالة صادقة للناس أن معيار تقديم الخير للناس هو الحاجة والحاجة فقط. بعيد عن الحزب وعن القبيلة وعن العاطفة وعن الانتماء. كل محتاج ينبغي أن يكون هدفنا بغض النظر عن أي حسابات أخرى. نعم. نعم. يعني ما يخص أنت كنت تتكلم عن وصفك لأولويات تعز كما ذكرت لك. أنا الجانب بالنسبة لي نحن نتكلم عن الإغاثة الغذائية. الإغاثة الغذائية نحتاج إلى 2 مليون سلة بشكل عاجل لتوزيعها على كل مديريات تعز بحسب الكثافة السكانية لهذه المديريات وبحسب الحاجة. كذلك في الجانب الصحي أولا نحتاج إلى علاج الجرحى. هؤلاء الجرحى الذين أحدهم ترك زوجته لنعيش نحن آمنين مع زوجاتنا، وترك أمه لنعيش نحن بهنا مع أمهاتنا، وترك أبنائه لنعيش نحن بسعادة مع أبنائنا. ينبغي يا رئيس الجمهورية ويا رئيس الحكومة ويا حكومتنا أن تجعلوا هذا الملف أولوية في قائمة الأولوية. أشكرك لهذه اللفتة التي أستغلها في التواصل مع معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ الأستاذ عز الدين الأصبحي. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم كل سنة وأنتم طيبين. حياكم الله، ويسعدنا التواصل معك حول هذا الملف المهم، العمل الإنساني، الاحتياجات، الجهود، خصوصا مع هذا الشهر الفضيل. معالي الوزير، هل هناك
نظرة حقوقية واضحة للكارثة الإنسانية، للمأساة الإنسانية التي تعيشها محافظاتنا ويعيشها المواطن اليمني جراء الانقلاب؟ شكرا جزيلا أولا، ودعني يعني أترحم على الشهداء ونطلب الشفاء للجرحى بإذن الله، وأن ينتصر شعبنا بإذن الله قريبا وتنفرج هذه الغمة. ما عمله الانقلاب على مستوى اليمن كاملة جريمة إنسانية ممنهجة، عملت على حالة من الإبادة الحقيقية والقتل الممنهج وإلغاء كافة المؤسسات وانتهاكات جسيمة على كل الأصعدة، سواء سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك. ولكن أيضا هناك خصوصية لما حدث من قتل ممنهج لمدينة تعز وحصارها خلال عام كامل، وقتل متعمد للمدنيين دون أي هدف سياسي غير مرحلة إذلال حقيقي يريدون بها قلب الطاولة، ولكنهم لن ينتصروا. في هذه الحالة عندما نعدد مسألة الكوارث والانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح، نستطيع أن نقول بأنها كافة الجرائم التي بدأت بالقتل العمد وسلب الحريات والتعذيب وتجنيد الأطفال ومصادرة الحقوق والحريات، وأيضا كافة الحصار الممنهج الذي يؤدي إلى قتل جماعي. هناك أكبر كارثة حقيقية يعاني منها مئات الآلاف، سواء على مستوى الحصار أو النازحين في المدن المختلفة، ومنها ضرب البنى الأساسية التي أدت إلى نوع من الموت الحقيقي أو القتل الممنهج للشعب. هذه الكارثة التي ليس من الصعب رصدها، ولكنها تظل أيضا واحدة من أكبر التحديات التي تواجهنا بشكل واضح. نعم، يعني المحافظات اليمنية تعاني على السواء أم المحافظات اليمنية في هذه اللحظة التاريخية هذه الكارثة الإنسانية تواجهها على السواء، أم أن هناك محافظات لديكم تركيز عليها أكثر نظرا لحجم المأساة فيها الحجم الأكبر؟ شوف، من حيث مسألة ضرب البنى الأساسية وسرقة المال العام، كل اليمن عانى من هذا الموضوع ويعاني. عندما تتحدث عن ضرب الكهرباء والمياه والبنى الصحية والتعليمية، كل اليمن تضرر بشكل كامل. ولكن أيضا هناك ما يسمى بالمتضرر الأكبر والذي يعاني حالة خطرة وحرجة وحالة منكوبة، وتعاني منها تعز حاليا، كانت تعاني منها عدن، الضالع، لحج، أبين. ولكن الآن الأكثر مدينتين تعاني من ضرب ممنهج هما تعز والبيضاء، أولا للحصار المطبق من جانب العسكري، اثنين للضرب المستمر والقصف العشوائي الذي يصيب المدنيين بشكل كبير. أخطر ما تعاني منه تعز بأن القصف الخاص بالمدفعية والكاتوشة للعصابات الحوثي وصالح يركز على ضرب كافة البنى الأساسية، الكهرباء، المستشفيات، الطواقم الصحية، وأيضا على أيضا مساكن المواطنين. هذا الضرب المتعمد هو يضر بما يسمى بحالة أكبر ضرر بالمدنيين وبإصابة الناس بمستقبلهم وليس في حاضرهم. نعم، المنظمات الدولية في هذه القضية بالذات إلى أين تذهب وهي ترصد فقط أرقام وتعلنها للعالم؟ أين الالتزامات الدولية تجاه 1,700,000,000 أعلنت أنها احتياجات أساسية خلال الأسبوعين الماضيين لسد الاحتياجات الإنسانية؟ أين تعز من هذه المنظمات الدولية ومن فك حصارها؟ أين المنظمات الدولية وأنتم ربما أحد المعنيين الأساسيين بالتواصل مع هذه المنظمات في هذه القضايا والزوايا؟ منذ العام الماضي ونحن نعمل على متابعة كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مسألة ضرورة عملها المنهجي والمهني وسرعة القيام بأدوارها على الأرض. ولكن للأسف الشديد بقيت هذه الأدوار قاصرة، وحتى هذه اللحظة هناك الكثير ليس فقط من نقص المعلومات، ولكن من المعلومات المضللة التي رصدتها بعض المنظمات التي عملت مع الأمم المتحدة والأشخاص والذين لم يكونوا مهنيين. وظهرت التقارير كما رأيتم مؤخرا في أكثر من محفل بأنها مضللة وغير واقعية على الإطلاق. نعمل على كشف ذلك وعلى الرد المباشر وعلى سرعة العمل الميداني، ولكن أيضا نقول بجدية بأن حتى هذه اللحظة لم تقم المنظمات المختلفة بأدوارها التي يجب أن تقوم بها. هناك قصور واضح، وهناك متابعة منا كحكومة، من المجتمع المدني، من الناس، وهناك أيضا معايير مزدوجة يجب أن نكون صريحين في هذا الأمر. نعم. منظمات تعمل بمعايير مزدوجة للأسف الشديد، ولا بد
لابد من إعادة تصويبها. ربما التقرير الخاص الأخير فيما يخص الأمين العام المتحدة الخاص بالأطفال أظهر كثير من الحقائق التي كانت في حالة مغلوطة، والآن نتابع بقية الملفات. هناك بالفعل معايير مزدوجة وقصور واضح لابد من تلافيه، ونعمل جميعا على كشفه وتصويبه. جميل مثل هذه الاعترافات حول القصور في الأداءات، وأنتم المعنيون بإيصال البسمة، بإيصال الخدمات، بإيصال الاحتياجات الإنسانية إلى المواطن اليمني. ألا ترون أن هناك تعمد في إحراجكم في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة، أوضاعها الإنسانية متردية بشكل كبير، أيضا المحافظات التي تعملون على تحريرها؟ طبعا يعني كثير من القصور سواء في العمل الإداري أو عدم توفر الإمكانيات في الوقت المناسب يؤدي إلى كثير من التحديات التي لا تستطيع الحكومة تحملها. ولكن علينا أن ندرك بأن نحن في حالة حرب، وأن الطرف الآخر يعمل ليس فقط على قتل المواطنين ولكن على إفشال أي جهود تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين. هو حتى في المحافظات التي يسيطر عليها يعمل على انتهاكات جسيمة في الحريات والاعتقالات وإخافة الناس وإرعابهم وسلبهم أموالهم وسلب المؤسسات العامة. وبالتالي علينا أن نتوقع بأنه من يقوم بعملية التفجير، الزعزعة الأمنية في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية، ضرب البنى الأساسية، مصادرة المواد الغذائية، حصار المدن، كل هذه الأمور يقوم بها الميليشيات، وعلينا أن نواجهها، وعلينا أن نوعي الناس بأن نحن في حالة حرب مع هذه العصابة الانقلابية. وعلينا أن ندرك جميعا بأن يجب أن نوجه جهودنا ونقدنا وأنظار العالم إلى هذه العصابة وإلى هذه المجموعة الانقلابية، ولا نقول بأن من يقوم بذلك مثلا مقاومة أو حكومة أو أنصار الشرعية، لا بالعكس، من يقوم بذلك هم الانقلابيون، ومن دسوهم أحيانا سواء في صفوفنا أو في صفوف الآخرين. ولكن أيضا هناك منهج لمسألة ضرب المواطنين وسلبهم ومسألة إفشال أي جهود، وهي الحرب الحقيقية التي تقام الآن في زعزعة الأمن وفي مسألة طرد كل البنى الأساسية وإفشال أي خطوات لتحقيق السلام. إذن أشكرك معالي الوزير. سؤال أخير فقط ألتقطه من حواري مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ بليغ التميمي، وهو رئيس منظمة إغاثية في اليمن. السؤال يتعلق عن الأداءات، وأنت تكلمت أيضا عن قصور في الأداءات. هناك بوضوح ظاهرة تقول أن مسؤولا واحدا تتركز عليه المهام في الوزارات وفي المؤسسات، وهذا أيضا يضعف الأعمال. هناك عديد أمثلة في هذا الجانب. لماذا لا تشتغل الوزارات والمؤسسات بكوادر موسعة حتى تستطيع الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية؟ أولا تحياتي للأخ بليغ وللجهود التي يقوم بها هو ورفاقه في الميدان، وهو يعرف تماما تقديرنا للدور الذي يقوم به، وأنا أعتز بما يعمله وهو الآخرين أيضا. لولاهم لكان هناك أيضا احتياج أكبر ولكانت الكارثة أكبر، فتحية أول له بهذا الموضوع. نعم. النقطة الثانية، دعونا نعترف نحن في حالة حرب، في حالة طارئ. بالفعل هناك خلل كثير في العمل المؤسسي، في العمل الإداري، وعلينا أن نواجه هذا القصور بكثير من الجدية، النقد الجاد، التصويب الصحيح، التعاون المثمر، لأن أيضا نعمل في ظروف غير طبيعية، في ظروف طارئة. الحكومة عادت قريبا إلى عدن، نتمنى أن تصمد وأن نعمل سوية لإعادة تصويب العمل المؤسسي، لأننا عندما نعمل عن بعد وبدون إمكانيات ولدينا تحديات كثيرة على الأرض أيضا لابد أن تظهر كثير من مكامن الخلل. الاعتراف بهذا الأمر يساعدنا على التغلب عن هذا القصور، لكن أنا أعتبر ما نعمله نحن في حرب وفي معركة، لسنا في عمل طبيعي، نحن في عمل طارئة. أكثر منا يتحمل ملفات فوق طاقته ويتنقل من ملف إلى آخر لمواجهة الحالات الطارئة على الأرض، مجال سياسي، حقوقي، إعلامي، سياسي، لأننا أيضا في وضع غير طبيعي يتطلب مننا عمل غير طبيعي، ولكن لا يعني ذلك التهرب من المسؤولية وإعادة الأمور إلى نصابها. الحكومة عادت إلى عدن، وأتمنى أن تكون أول خطواتها هو تصويب المسار الإداري والمؤسسي. نشكرك، ونتمنى أيضا أن نسمع أيضا دائما ما يقال عنه وفاء بمثل هذه الالتزامات والاعترافات أن تتحول أيضا إلى نتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن ولصالح تحسين الحالة الإنسانية. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير حقوق الإنسان أستاذ عز الدين الأصبحي، حدثتنا من الكويت. أستاذ بليغ، هذه الرسائل التي استمعتها من مسؤول حكومي من مصدر قرار وهو يتكلم عن الأوضاع وعن أيضا جوانب القصور. كيف نعود أولا
يعني التركيز على أولويات تعز والماحة أيضا على أولويات الجمهورية اليمنية في ظل مثل هذا الحديث الشفاف؟ أولا أنا أشكر الأستاذ عز الدين الأصبحي على هذا الكلام. شكر متبادل. أصبحت أكيد. الحلقة لا لابد نشكر الأستاذ عز الدين لأنه الحقيقة يودي يعني جهود طيبة وأدوار عظيمة في قضية يعني الحوار مع هذه الميليشيات، واستطاعوا أن يثبتوا للعالم أن هذه الميليشيات هي فقط تتشدق بالحوار والسلام، وليس لديها أي نية أو أي جدية في قضية إحلال السلام والحوار. النفس الطويل الذي تمتعت به الحكومة يعني له دور إيجابي بأنه فضح هذه الميليشيات وعراها، لكن نتمنى لهذا النفس أن ينقطع، ولا نتمنى له أن يظل نفس على طول، يعني حتى تتحرر البلاد. لأنها طول النفس أيضا هو يؤثر على مزيد من الدماء ومزيد من الأشلاء. على العموم أخي الكريم دعنا نتحدث لأن الوقت الأولويات في قضية الأولويات. تكلمنا عن الأولويات في قضية لدينا عدة أذرع في الجانب الإغاثي، اللي هو الإغاثة الغذائية، ونحتاج إلى 2 مليون سلة. نأتي إلى قضية الإغاثة الصحية، أولا علاج الجرحى يعني أنا أؤكد على هذه القضية، أقسم بالله يا أخي الكريم أن هي مأساتنا، يعانون حتى الجرحى هنا الذي في الرياض يعانون. يعني أنا أقول أتمنى على من لفتة كريمة لهؤلاء الجرحى في الداخل، في الداخل في تعز وفي غيرها من المحافظات، وهنا أيضا في الرياض، لأنهم يعانون شد المعاناة، وأنا على تواصل مع بعض الجرحى يحكوا لي مآسي في هذا الجانب. يعني بالله عليك الحكومة، وزارة الصحة، وزير الصحة هذا يا أخي أقول يعني أنا ما أدري ماذا أقول عنه إلا أنه فاشل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لماذا لا يصنع حل للجرحى أو يظهر على الإعلام يقول ما هي العوائق التي تعترض سيره؟ إذا كان هناك عوائق نحن ننتظر قرار إطالته. يعني وزير الصحة أثبت أنه رجل فاشل، إلا إذا هناك عوائق لا نفهمها فأنا لا نستعجل بإصدار الفشل، لكن نتمنى أن يظهر على الإعلام ويقول العائق الأول والثاني والثالث. أما أن يظل الجرحى يتألمون حتى بعضهم مفارق الحياة لأنه لم يجد علاج، هذا أمر يا أخي مرفوض. الملايين التي يعبث بها بعض المسؤولين ينبغي أن توجه لصالح الجرحى. بعض المسؤولين يا أخي سودوا وجوهنا وشوهوا صورة الشعب اليمني العفيف والشعب اليمني الطيب الذي لديه من القيم والأخلاق الشيء الكثير. بالله عليك مسؤول كبير يتاجر بقضية بيع فيز الزيارة الحكومية ويبيعوها واستفادوا من هذا مئات الملايين. أي ابتزاز، أي إهانة لهذا الشعب، والجرحى يموتون ويتضورون جوع. نحن ما أردنا من الحكومة أن تصعد على عذابات وآلام الناس، نريد أن تخفف عذابات وآلام الناس. لا هذه نقطة مهمة ولكن ليست مجال حديثنا. دعنا في الأولويات أيضا نتابع في الأولويات. أنا أقول أنا لا أعترض على ما تتكلم. الأولويات علاج الجرحى في الجانب الصحي، الأدوية، تزويد المستشفيات بالمستلزمات والعلاجات حتى تستوعب جرحى الداخل، والذي يصعب علاجه في الداخل يتم تسفيره الخارج بصورة صحيحة. قضية يا أستاذ يعني الجانب الغذائي قلنا، والجانب الصحي جانب المياه. تعز تعاني من المياه، تحتاج إلى مياه، تحتاج إلى إعادة تأهيل الآبار، تحتاج إلى توفير الوقود للمضخات حتى تستطيع أن تشغل الآبار وتوفر للناس مياه. نحتاج أيضا إلى إعادة تأهيل الكهرباء حتى يكون هناك تطبيق الحياة في تعز. تعز بلا ماء، بلا كهرباء، بلا غذاء، بلا دواء، بلا مقومات حياة. نحتاج إلى إعادة تطبيق الحياة في تعز. الله في الجرحى، الله في الجرحى. تعتبر أولوية. إذا الصورة فيما يخص أولويات محافظة تعز واضحة، وهي واضحة أصلا، ولكن هذا تأكيد جميل من رئيس منظمة معنية بالإغاثة. دعنا ننتقل إلى أولويات الإغاثة في البلد. طيب بشكل عام. أنا قبل أن أنتقل إلى البلد بشكل عام، دعني أعقب على موضوع يعني أوجه الإغاثة السريعة والعاجلة لتعز. هناك من جعل من حصار شماعة يلقي عليه أخطاءه وتقصيره وربما ضعفه في قضية الجانب الإغاثي. هذا الحصار صحيح أن الحصار شكل علينا مشقة، وصحيح أن الحصار يعني شكل صعوبة في إيصال المواد الإغاثية للناس، لكن أنا أرجو أن لا تتحول هذه المشقة والصعوبة إلى شماعة نعلق عليها أخطاءنا. هناك بالإمكان أخي الكريم أن يتم تزويد مستشفيات في الريف.
هناك مستشفى خليفة في التربة، نعم. مستشفى قادر على أن يستوعب مئات الجرحى. نعم. هناك مستشفى بسيط أيضا في منطقة المعافر في النشمة يمكن تأهيله ويستقبل جرحى جبهات الضباب والجرحى المدنيين في مناطق الحجرية. نعم. هذا في الجانب الصحي. في الجانب الغذائي والإغاثي يمكن التعامل مع شركات في الداخل لتوفير السلع الغذائية للناس. نعم. حتى يستطيع الناس أن يعني أن يتغلبوا على مشقات الحياة الكبيرة وأن نخفف جزء من معاناتهم، خاصة في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الشهر الكريم. وكانت هناك وعود وتنسيقات لمستشفيات ميدانية، وهذه أيضا متطلبة لبيحان، متطلبة أيضا للبيضاء، لغيرها من الجبهات. نعم. الآن الاحتياجات أيضا نفس الاحتياجات هذه هي تنطبق لكل محافظات الجمهورية، ولكن أيضا يضاف إليها في الحديدة توفير الطاقة. في المحافظات الساحلية كالحديدة وعدن ينبغي أن يتم توفير الطاقة الكهربائية للناس. الناس سيموتون من الحر. نعم. وبعضهم قد توفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة في هذه المحافظات، الأمراض والأوبئة. وأيضا هم يحتاجوا، هم فقراء في الحديدة، فقراء جدا، يحتاجوا إلى جانب غذائي ويحتاجوا إلى جانب صحي ويحتاجوا إلى إعادة تأهيل الكهرباء حتى يعيش الناس وتخفف درجات الحرارة. طيب، هناك أدوار واضحة للتحالف العربي لا على الجانب العسكري فقط، وإنما برز أيضا التحالف العربي في تلك اللحمة من التكاتف، من التعاون. أتحدث هنا عن مركز سلمان للإغاثة. ما هي الأدوار؟ ما هي الجهود؟ إلى أين وصل؟ هل تصل قاطرات الإغاثة بمختلف أنواعها؟ التحالف العربي ودول الخليج على وجه الخصوص بقيادة المملكة العربية السعودية والملك سلمان حفظه الله لهم أدوار مشهودة في اليمن، ليس الآن وليس من الآن وليس من هذه السنة وليس من العام الماضي، إنما من عشرات بل مئات السنين. هناك علاقة حميمية تربط دول الخليج بعضها البعض، ونحن نعتبر أننا في اليمن جزء من دول الخليج، وننتظر القرار التاريخي لدول الخليج بانضمام اليمن كاملة إلى دول الخليج حتى نشعر بأننا لحمة واحدة، ونحن نشعر بهذا الشعور، لكن حتى ننعم بما ينعم به إخواننا في دول الخليج ولا يصبح هناك تمايز. ننتظر هذا القرار بإذن الله تعالى. الخليج والمملكة العربية السعودية ودول التحالف لها أدوار مشهودة في اليمن، وقد أنشأت لذلك مركز متخصص وهو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليس فقط في اليمن وفي العديد في الدول. مركز الملك سلمان الحقيقة هو رافق اليمن منذ اندلاع شرارة هذه الحرب الظالمة والجائرة، وله العديد من الوقفات الإغاثية في معظم محافظات اليمن، سواء كان في جانب الغذائي أو في الجانب الصحي أو في غيرها من الجوانب. هناك مئات الآلاف من السلع الغذائية وصلت إلى الداخل. هناك اعتمادات الجانب الصحي أيضا بملايين الدولارات. لا أشك لحظة أن مركز الملك سلمان قصر أو سيقصر في دعم الجوانب الإغاثية لإخوانه وأهله وأيضا في المملكة الشقيق. اليوم نحن في هذا الأسبوع بإذن الله تعالى خلال هذه الأيام لدينا مشروع إفطار الصائم، سواء كان بسلة الغذائية أو وجبات جاهزة، سيكون في معظم محافظات الجمهورية بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسيتم إن شاء الله تعالى تدشينه خلال الأيام القادمة بإذن الله. وأيضا نتذكر أن كثير من الاحتياجات الأمم المتحدة في الجانب الإغاثي اليمني تتبنى تغطيتها المملكة العربية ودول الخليج، وهناك أيضا تدخلات إيجابية لكل من الإمارات، أنا بس أتكلم الكويت تسأل وتجيب يا أستاذ إبراهيم. أنا أسأل عن أريد التركيز على هذه الجانب. أنا سأتكلم عن دور بقية دول الخليج، ابتداء بالهلالات الحمر الخليجية، الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الإماراتي، له أدوار مشكورة في اليمن وفي عدن وفي تعز وفي المحافظات الجنوبية بشكل عام. الكويت يعني شعبا وحكومة وأميرا لها أدوار مشهودة في اليمن، ولها أدوار كبيرة في تعز. كل دول الخليج لها أدوار طيبة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود ومزيد من الجهود. وهناك أيضا منظمات في الداخل لها أدوار كبيرة، في حضرموت كمؤسسة صلة التنمية وشبكة استجابة، في عدن كمؤسسة الفردوس. هناك أدوار طيبة وهناك أعمال ملموسة في الميدان. نبارك لإخواننا في الداخل شهر رمضان الكريم، ونسأل الله تعالى أن يكون شهر عزة ونصر وتمكين وتحرير بإذنه تعالى. أشكرك. فقط للإيضاح، يعني كانت مداخلتي حول الدول نظرا لانتهاء الوقت وربما شاهدتك تقف، فأحببت أيضا أن نطل على من قدم الدعم لليمن واليمنيين. أتمنى أن لا يقع
هذه الرسالة التي وجهها البردني رحمة الله عليه للإنقلابيين ألا تقع فيها أي من أجهزة حكومتنا في إطار يعني اهتمامهم بالعمل الإنساني. لماذا لي الجوع والشبع لك، يناشدني الجوع أن أسألك لماذا، وفي قبضتك الكنوز والبنك، تمد إلى لقمتي أنملك وتقتات جوعي وتدعى النزيه، فهل أصبح اللص يوما ملك، فما كان أجهلني بالمصير وأنت لك الويل ما أجهلك، غدا سوف تعرفني من أنا ويسلبك النبل من نبلك، ففي أضلعي في دمي غضبة إذا عصفت أطفأت مشعلك، غدا ستلعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك، غدا لن أصفق لركب الظلام سأهتف يا فجر ما أجملك. هذا هو يا فجر الأمل. نعم يا فجر الأمل في نهاية حلقة مع رئيس فجر الأمل عن الإغاثة وأعمال الجهود الإنسانية في اليمن. كان معنا أيضا متصلا سعادة ومعالي الوزير عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان. أشكركم أعزائي المشاهدين في نهاية حلقة من إطلالة على المشهد اليمني. ألتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الملتقى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.